في الهدف الأول والتاني نادي الزمالك قدام حرس الحدود في جهد كبير باين من لاعب ياما اتكلمت عليه أول ما جه نادي الزمالك، إنه هيكون من أهم لاعبي نادي الزمالك في نص الملعب، وهو محمد شحاتة. محمد شحاتة في الهدف الأول عمل باص نموذجي لعمر جابر اللي بيكمل ظاهرة الأسيستات في مباريات نادي الزمالك الأخيرة، وبيعمل أسيست عالمي لأحمد سيد زيزو عشان ما يلاقيش أي صعوبة في إن هو يجيب هدف أول لنادي الزمالك. وعلى نفس طريقة الجون الأول يعمل محمد شحاتة أسيست مفيش أجمل من كده في الهدف الثاني بعد جملة ثلاثية بين مصطفى شلبي ومحمد شحاتة وحسام أشرف. محمد شحاتة يعمل أسيست بالمقاس لمصطفى شلبي اللي ما يلاقيش أي صعوبة إنه يسدد كورة على شمال الجون عشان يجيب تاني أهداف نادي الزمالك. مصطفى شلبي لو ركز الفترة الجاية هيكون لاعب مهم جدا في تيم نادي الزمالك، وده اللي اتكلمنا عليه كتير عشان اداء مصطفى شلبي كان ابتدى ينخفض، لكن في الفتره الاخيره بعد ما نصحنا مصطفى شلبي انه يطور من ادائه ابتدى مستواه يعلى وتبقى لمساته واضحه مع النادي. مصطفى شلبي لو ركز هيكون مهم جدا في اداء وتيم نادي الزمالك الفتره الجايه، وبالتوفيق ليك يا مصطفى وبالتوفيق طبعا لنادي الزمالك.